هيل اوف سمر مش مجرد فيلم رعب، ده رعب كوميدي دموي بيسخر من كل افلام معسكرات الصيف اللي انت بتحبها. الفيلم ده بياخدك في معسكر باين واي اللي المفروض يكون مليان ضحك، لكن بيتحول فجأة لجحيم. الفيلم بيبدأ مع مديرين المعسكر جون وكاثي وهم قاعدين جنب نار المخيم بيغنوا. كاثي بتسيبهم شوية وبترجع تلاقي جون مقتول بطريقة بشعة، يد الجيتار مدسوسة في زوره. بتحاول كاثي تهرب بالعربية، لكن القاتل بيرمي عليها سكينة تخترق دماغها قبل ما تلحق تدور العربية، وهو لابس قناع شيطان ومستخبي في الكرسي اللي وراها. تاني يوم بيوصل جيسون هوشبرج اللي والدته ماجي بتنزله وهي متضايقة وعايزاه يلاقي شغل حقيقي. جيسون متمسك بشغل المشرف عشان هو بيحب معسكر باين واي، وهو مقتنع ان جون وكاثي وظفوه عشان يكون قائد المعسكر. بيبدأ المشرفين التانيين يوصلوا، ديمي ومايك الكابل المشهور، كريس وبوبي. الأول بيحب شانون والتاني بيحاول يعمل أي حاجة عشان يتصاحب على بنات. إزرا بتاع المسرح، آلي الخجول اللي عنده حساسية مفرطة من الفول السوداني، مايلي النباتية، نويل البنت المهووسة بالجن، وكلير الصاحبة القديمة لجيسون اللي برضه بتلومه إنه متمسك بالشغل ده. جيسون بيحاول يعلم كلير ترمي سهام عشان تبقى أحسن في الرماية. المشرفين بيقضوا النهار في تسكع، شرب ومخدرات، وبوبي محاولاته بتفشل في إنه يجذب أي بنت. بالليل القاتل المتخفي بيدخل أوضة ديمي وواضح إنه بيقتلها بوحشية. بعدها بشوية مايلي بتتسلل للمطبخ عشان تاكل برجر وبتتقتل برضه، ومايك كمان بيتعرض للهجوم. جيسون بيدخل أوضة ديمي وبيلاقي جسمها مليان دم، بيجري عشان يقول للكل لكنهم بيفتكروه بيمثل وبيعمل دراما. بيروحوا معاه الأوضة لكن جسمه ديمي بيكون اختفى. نول هي الوحيد اللي بتأكد إن ده دم حقيقي. بيتجننوا وبيقرروا يعملوا قرعة عشان يحددوا مين هيدور على المشرفين اللي اختفوا. جيسون، إزرا وإيري بيروحوا للمطبخ وبيلاقوا راس مايلي المقطوعة في التلاجة. إزرا وإيري بيجروا زي المجانين وجيسون بيجري على كلير عشان يحميها. نويل بتعمل جلسة تحضير أرواح عشان تتكلم معاهم. بوبي بيتنرفز لأنه متخيل إن القاتل بيستهدف الهوت كابلز بس، ومتضايق إن مايك اتنقى قبله. إزرا بيجري وهو بيصرخ، فبوبي اللي بيكون شايل زجاجة غاز مسيل للدموع بيرش في وشه. آري في إيد القاتل وبيستخدم القاتل حساسية الفول السوداني اللي عنده ضده، وبيغمس السكينة في زبدة فول سوداني وبيقتله. في نفس الوقت أزرا بيقنع باقي المشرفين ما عدا كلير إن جيسون هو القاتل عشان هو كبير في السن ولسه بيروح المعسكر. بيربطوا جيسون وبيحاولوا يروحوا يطلبوا مساعدة. القاتل بيلاقي نويل وبيطعنها وبيخبط دماغها بحجر لحد ما بتموت. وهنا الصدمة، بيكتشفوا إن القتلة اتنين وهما ديمي ومايك. الدافع بتاعهم هو إنهم عايزين يبقوا مشهورين على السوشيال ميديا، وهما متضايقين إن جيسون هو اللي هياخد اللوم، فبيقرروا إنهم يقتلوا الباقي عشان يكملوا القصة بتاعتهم كأنهم الوحيدين اللي نجوا من المذبحة. كلير بتضرب بوبي بطفاية حريق عشان تفك جيسون، وهم بيهربوا في الغابة بيلاقوا جثث جون وكاثي. جيسون عايز يرجع ينقذ الباقيين برغم من إن كلير بتقول إنهم يستاهلوا عشان اتهموه، بس جيسون مصر إنه لازم يعمل دور قائد المعسكر بجد. ديمي ومايك بيظهروا وهم بيقولوا إنهم كانوا مستخبيين. كريس، شانون وإزرا بيكونوا سوا لحد ما بيطلع عليهم واحد من القتلة غالبا مايك، وبيضرب إزرا بفأس في دماغه على المسرح. بوبي بيجري عشان ينقذ كريس اللي رجع جوه المبنى عشان ينقذ شانون. جيسون بتخطفه ديمي اللي بتفضل ترغي في دماغه عن الدوافع بتاعتها عشان تبقى قاتلة ومشهورة. بوبي وكلير بيكتشفوا بسرعة إن مايك هو القاتل التاني. كلير بتجري تنقذ جيسون وبوبي بيتصرف مع مايك. بعد خناقة قصيرة بوبي بيسحب سلاح أبيض من جيب مايك وبيطعنوا بيه في رقبته والمبنى بيولع. كلير بتلاقي جيسون وديمي وهي حاطة سكينة على رقبته. كلير بتكون مصوبة عليها قوس وسهم. جيسون بيفكر ديمي بالتدريب اللي علمه لها في الرماية بجملة تشجيعية: أزق لقدام وسيب السهم، وبتسمع كلامه بس بتوجهه لديمي وبتضربها بسهم في عينها. كلير بتفك جيسون وديمي بتحاول تقوم، فكلير بتخبط السهم في دماغها برجلها عشان تموت خالص. مع شروق الشمس جيسون بيطمن على بوبي اللي اتعور بخدش بسيط. كريس وشانون اللي اتفقوا ياخدوا العلاقة بالراحة بينضموا ليهم. جيسون وكلير بيقعدوا جنب البحيرة وجيسون بيقول إنه مستعد يسيب معسكر باين واي ويشوف مستقبله. الاتنين بيتبادلوا مشاعر جميلة وبتنتهي المذبحة. إذا كنت عايز تكمل معانا رحلة التحليل للفيلم وتعرف كل التفاصيل اللي ورا الكواليس كمل الفيديو، ولو الملخص ده عجبك وحسيت إنك محتاج تعرف أكتر ادعمنا بلايك وكومنت، وما تنساش الاشتراك عشان ما تفوتكش أقوى ملخصات وتحليلات الأفلام اللي بنعملها. الفيلم ده هو عمل إخراجي مشترك للممثل فين وولفهارد من مسلسل سترينجر ثينجز وبيلي برايك اللي مثل دور بوبي. الفيلم بيقدم تحليل ساخر للمجتمع الحديث المهووس بالإنفلونسرز والشهرة السريعة، السخرية من السوشيال ميديا، الدفع
الدافع الجنوني للقتلة ديمي ومايك في إنهم يبقوا مشاهير بحد ذاته هو نقد لاذع لثقافة الشهرة. ده بيقلب كل قواعد أفلام الرعب الكلاسيكية اللي غالبا بيكون فيها دافع زي الانتقام أو الغضب. بطولة غير متوقعة. الفيلم بيلعب على فكرة إن الراجل الكبير الأغرب جيسون هو اللي متوقع إنه يكون القاتل، لكنه بيطلع في الآخر البطل اللي لازم ينضج ويثبت نفسه كقائد حقيقي مش مجرد مشرف. كواليس الفيلم وأداء النجوم. أداء فريد هيشنجر جيسون. هيشنجر قدم أداء قوي في دور الشاب اللي لازم يواجه واقعه ويتخلى عن حنينه للماضي المعسكر، وده بيوضح تطور الشخصية الرئيسية. كون القاتل الكشف عن القتلة إنهم ديمي ومايك هو التويست الرئيسي للفيلم، وبيخلي الأحداث كلها جنان، خصوصا مع تفاصيل زي استخدام زبدة الفول السوداني للقتل، وده بيثبت إن الفيلم مش بياخد نفسه بجدية. آراء النقاد والتقييم العالمي. التقييم النقدي. النقاد أشادوا بالطابع الكوميدي للفيلم وقدرة المخرجين إنهم يقدموا فيلم رعب بميزانية قليلة لكن بأفكار جديدة. تقييم الجمهور. الجمهور اللي بيحب أفلام السلاشر العبيطة والكوميديا السوداء حبوا الفيلم جدا. أنا هدي الفيلم ده 8.5 من 10. السبب الفيلم بيخدم النوع بتاعه صح، والتويست بتاع القاتلين هو اللي رفع التقييم. هو مش تحفة فنية لكنه ممتع جدا ومصنوع بحرفية وبذكاء. أتمنى تكتبوا انتوا كمان تقييم للتحليل والملخص. أشوفكم على خير إن شاء الله.